بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، دلوقتي هندخل على درس الدوال الزوجية والفردية وليست وليست. نفهم يعني ايه زوجية وفردية. هنتخيل اننا واقفين قدام مراية. بالنسبة للدالة الزوجية اللي هي even، زي ما تكون واقف قدام المراية بالظبط، ايدك اليمين بيقابلها ايد شمال زيها بالظبط. المنحنى على يمين محور الواي هو نسخة طبق الأصل من المنحنى على الشمال. بالنسبة للدالة دي، هي بتبلع الإشارة السالب. طيب بالنسبة للدالة الفردية، الدالة الفردية دي عاملة زي مروحة السقف، لو لفتها 180 درجة هتلاقيها رجعت لشكلها الأصلي. يعني اللي بيحصل فوق يمين هتلاقيه بيحصل عكسه شمال. الدالة دي بتطرد الإشارة السالب بره، يبقى الدالة الزوجية بتبلع الإشارة السالبة والدالة الفردية بتطردها بره. وعندنا الدالة لا زوجية ولا فردية neither function، دي دالة عشوائية ما فيهاش أي تماثل أو نظام محدد. طيب خلينا ناخد شوية قواعد كده عشان الدرس مبني عليها. أول حاجة عندنا الأس الزوجي اللي هو 2 4 6 8 أيا كان. الأس الزوجي بيعمل إيه؟ بالظبط كده، بيبلع الإشارة السالب يخليها موجب. طيب الأس الفردي 1 3 5، ده بيعمل إيه؟ بيطرد الإشارة السالب بره. تمام كده. طيب دالة الكوزاين والجتا بتعمل ايه؟ بتبلع السالب، يعني كوزاين سالب اكس هتساوي كوزاين اكس. حاجة واخر حاجة دالة الساين والجا، دي بتطرد السالب بره، اللي هي ساين سالب اكس تساوي سالب ساين اكس. يبقى عندي الساين والجاه والأس الفردي الاتنين دول بيطردوا الإشارة السالب بره، والأس الزوجي ودالة الكوزاين والجتا الاتنين دول بيبلعوا الإشارة السالب بيخلوها موجب. طيب دلوقتي بالنسبة لخطوات الحل، احنا بنفكر ازاي؟ أو ايه الخطوات اللي احنا هنمشي فيها في الحل؟ أول حاجة بنكتب الدالة الأصلية عادي. طيب بعد كده بنعوض عن كل اكس خليها سالب اكس. طيب تالت حاجة بنستخدم قواعد الإشارات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي عشان نبسط المسألة. رابع حاجة بنعمل مقارنة، بمعنى لو الناتج رجع نفس الدالة الأصلية بالظبط، نعتبر دي الدالة الأصلية وده الناتج بتاعنا، لو الاتنين متساويين شبه بعض بالظبط إذن دي دالة زوجية. طيب لو الناتج رجع نفس الدالة الأصلية مضروبة كلها في سالب، إن هنا بره سالب عامل مشترك، والدالة اللي جوه الأقواس دي شبه الدالة الأصلية، الدالة دي فردية. طيب لو الناتج متلخبط، يعني الدالة بعد ما طلعتها ما طلعتش شبه الاف اكس اللي هي الدالة الأصلية، بعدين حاولت اخد السالب عامل مشترك عشان نبحث هل هي فردية، برضه بعد ما خدنا السالب عامل مشترك ما لقيناش ان الدالة اللي جوه الأقواس شبه الاف اكس برضه، كده معناها ان هي ليست فردية وليست زوجية. طيب خلينا ناخد مثال سريع. بيقول لك ايه determine حدد اف اكس تساوي اكس أس 4 ناقص 2 اكس تربيع is even odd or neither، زوجية فردية أو ليست وليست. أول حاجة قلنا احنا بنشيل كل اكس وبنحط مكانها سالب اكس، يبقى أول حاجة هنعوض بسالب اكس في الدالة بتاعتنا. يبقى احنا عندنا اف اكس اف سالب اكس هتساوي
سالب إكس أس 4 ناقص 2 في سالب إكس 2. بعد كده هنبص على الأسس اللي عندنا ونشوف. عندنا هنا أس زوجي وعندنا هنا أس زوجي، احنا قلنا الأس الزوجي بيعمل ايه بالظبط؟ بياكل الإشارة. يبقى اف ناقص اكس بتساوي اكس أس 4. هنا عندي أس زوجي يبقى دي اكس موجب، يبقى أنا عندي هنا سالب 2 اكس تربيع. هنبص على الناتج اللي طلع، هنعمل مقارنة. بصينا على الناتج لقينا الحد الأول زي الحد الأول والحد التاني زي الحد التاني، إذا الدالة دي even. هنقول له إذا اف سالب تساوي اف اكس، يبقى الدالة دي زوجية. طيب على المثال اللي بعده بيقول لك ايه determine if x بتساوي x تكعيب ناقص 5. بيقول لك is even odd or neither. أول حاجة قلنا بنعملها ايه؟ بنشيل كل x ونحط مكانها سالب x. يبقى عندي f سالب x يساوي سالب تكعيب ناقص 5 سالب x. بعدين بنعمل ايه؟ بنبسط المعادلة بقوانين الإشارات بتاعتنا. احنا عندنا هنا أس فردي، الأس الفردي بالظبط كده بيطرد الإشارة بره، ادي سالب اكس أس 3. هنا عندي سالب في سالب بموجب 5. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنبحث. احنا دلوقتي المنظر ده من غير حاجة احنا اتأكدنا ان الدالة دي مش زوجية لأن ده مش شبه ده. طيب تاني حاجة بنعملها بعد ما نتأكد ان هي مش زوجية، بنبحث هل هي فردية. طب بنعمل ايه عشان نبحث ان هي فردية ولا لا؟ بناخد سالب عامل مشترك. ناخد سالب عامل مشترك يبقى اكس تكعيب ناقص 5 اكس. بنبص بعدين على الدالة اللي بقت جوه القوس. عندي هنا اكس تكعيب، هنا اكس تكعيب، هنا سالب 5 اكس، هنا سالب 5 اكس. طالما اللي جوه القوس بقى شبه الدالة الأصلية إذا الدالة دي فردية. would function اللي هو شكلها بيبقى عامل ازاي؟ إذا اف سالب اكس تساوي سالب اف اكس. طيب دلوقتي خلينا نخش على الفكرة التالتة. يقول لك determine if x تساوي x تربيع زائد. أول حاجة قلناها بنعوض عن كل x بسالب x، يبقى f سالب x تساوي سالب x تربيع زائد سالب x. بعدين بنبحث الإشارات، بنشوف الأسس اللي عندنا ونشوف بنطبق عليها قوانين الإشارات. هنا عندي أس زوجي بياكل الإشارة يبقى دي x، يبقى دي x تربيع. هنا سالب في موجب سالب. طيب قلنا بنشوف الشكل. دلوقتي عندنا الشكل ده بيساوي الشكل ده، لا يبقى الدالة دي مش زوجية. طيب بنعمل ايه؟ بنبحث هل هي فردية ولا لا. بناخد السالب عامل مشترك يدينا سالب اكس تربيع زائد. برضو الشكل ده مش زي الشكل ده، سالب اكس تربيع زائد اكس. يبقى برضو حتى بقى لما بحثنا ان هي فردية برضو ولا لا، ما طلعليش ان هي فردية. يبقى الدالة ايه؟ ليست وليست neither function كده. طيب خلينا ناخد فكرة رابعة ومهمة جدا بل الدوال الكسرية. بيقول لك ايه determine if x يساوي x على تربيع زائد 1. بيقول لك is even odd or neither. احنا قلنا اول حاجة بنعملها ايه بالظبط؟ سالب x مكان كل x، يبقى f سالب x تساوي سالب x على
سالب إكس تربيع زائد 1. بعدين هنلاحظ إن هنطبق قانون الإشارة، يبقى عندي هنا سالب إكس على إكس تربيع عشان الأس عندي موجب زائد 1. هنبص كده على المعادلة دي، هنقارنها بالمعادلة الأصلية، هنلاقيهم مش شبه بعض عشان هنا عندي سالب إكس وهنا عندي إكس، يبقى كده الدالة دي مش زوجية. طيب خلينا نبحث هي فردية ولا لأ. هناخد سالب عامل مشترك، يبقى عندي فوق إكس على تربيع زائد 1. لقينا الشكل اللي جوه القوس زي شكل الدالة الأصلية، إذا الدالة دي اود فانكشن اللي هو اف سالب اكس بيساوي سالب اف. طيب خلينا ناخد آخر مثال. بيقول لك ايه determine the type of fx تساوي في ساين اكس في ساين. بيقول لك حدد نوع، هل هي odd even neither. أول حاجة قلنا بنشيل كل اكس بنحط مكانها سالب اكس، يبقى اف سالب اكس تساوي سالب اكس مضروبة في ساين سالب اكس. بعدين بنستخدم قانون الإشارات بتاعتنا، هنا عندي دي هتفضل سالب زي ما هي مضروبة في عندي في قانون الساين، الساين بتطرد الإشارة بره، يعني في الهامش كده هنقول له ساين ناقص اكس تساوي سالب ساين اكس. الساين طردت الإشارة بره، يبقى أنا عندي هنا سالب ساين اكس. هنا عندي بقى سالب في سالب بالظبط هيديني موجب، يبقى اكس في ساين. المنظر ده زي المنظر ده، الدالة دي هي الدالة دي، طالما الدالتين متشابهين يبقى الدالة دي ايه بالظبط كده زوجية. هتقول له إذن اف سالب اكس تساوي اف، إذن the function is even. كده نكون خلصنا درس الدوال الزوجية والفردية وليست. دلوقتي خلينا نخش على درس الدوال المثلثية والعكسية. بص يا سيدي، الدوال المثلثية العادية اللي هي الجا والجاتا ساين كوزاين الحاجات دي دوال عاملة زي موجة البحر نازلة فيها كل الأرقام، مجالها كل الأرقام اللي هو دي الدومين بتاعها بيساوي ار، إنما الرينج بتاعها بيساوي بين سالب 1 و1. يبقى مجالها كل الأرقام بس الرينج بتاعها -1، وإنما الدوال العكسية اللي هي ساين أس -1 كوزاين أس -1. عشان الموجة دي متكررة وما بتنجحش في اختبار الخط الأفقي، فالعلماء الحلوين بتوعنا قالوا لنا إيه؟ إحنا هنقص حتة صغيرة منها. فعملوا إيه؟ خلوا المجال بتاعها هو اللي محبوس بين -1 و1. يبقى الدوال المثلثية العادية مجالها كل الأرقام اللي هي الساين الكوزاين اللي هم العاديين، والرينج بتاعهم من -1 و1. طيب العكسية بقى اللي هي ساينوس -1 وكوزاين أس -1، الدومين بتاعهم هو اللي ب1 و1. طيب خلينا ناخد مثال. بيقول لك اف اكس تساوي ساين اكس and اف اكس بتساوي كوزاين. بيقول لك فايند الدومين والرينج، فايند دي اف و ار اف. احنا قلنا ده شكل ايه؟
دوال مثلثية عادية، ساين اكس كوزاين اكس، وقلنا الدومين بتاع الدوال المثلثية العادية بيساوي ايه؟ بالظبط كده، الدي اف بتاعهم بيساوي ار، او سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. طيب الار اف اللي هو الرينج، قلنا ان هي محصورة بين فترة -1 و1 بكل بساطة. وبكده السؤال يكون خلص. دي الدوال المثلثية العادية. طيب في الدوال المثلثية العكسية اللي هي ساين أس -1 وكوزاين أس -1، قلنا المجال بتاعها اللي هو الدومين بيساوي -1 و1. طيب الرينج بتاعها بقى، الرينج بتاعها بيساوي بتاع الساين -1 بيساوي الفترة سالب باي على 2 باي على 2. ده الرينج بتاع الساين أس -1، ده الرينج اهو بتاع الساين أس -1. طيب الرينج بتاع كوزاين أس -1 هيساوي الفترة بين 0 وباي. يبقى تاني سريعا، الدوال المثلثية العادية اللي هي ساين كوزاين مجالها الدومين بتاعها ار. طيب الرينج بتاعها -1. طيب الدوال المثلثية العكسية اللي هي كوزين أس -1 وساين أس -1، المجال بتاعها هي اللي ب -1 اللي هو الدومين. طيب الرينج بتاع الساين أس -1 بيساوي سالب باي على 2 وباي على 2. طيب والكوزين أس -1 بيساوي 0 وباي. طيب خلينا ناخد مثال. بيقول لك what is the domain of fx يساوي ساين أس -1. دي دالة شكلها عامل ايه؟ بيقول لك هو عايز الدومين. دي دالة مثلثية عكسية أس -1 اهي يا جماعة. وقلنا الدومين بتاعها بيكون عامل ازاي؟ الدي اف بتاعتها هتساوي فترة بين -1 و. طيب سؤال تاني بيقول لك the domain of cosine أس -1 is the same as the domain of sin أس -1. يعني بيقول لك الدومين اللي هو الدي اف بتاع كوزين أس -1 The time is 2 اكس o'clock p.m. نفس الدومين بتاع ساين أس -1. قول له أيوة الاتنين هما زي بعض، الاختلاف هما الاتنين زي بعض اللي هو هيساوي الدي اف بتاعهم هيساوي -1 و1. انما هما مختلفين في ايه؟ في الرينج اهو فوق عندي هنا. هما مختلفين في الرينج، كل واحد له رينج مختلف. وبكده نكون خلصنا درس الدوال المثلثية والعكسية. خلينا دلوقتي نخش على الدوال الزائدية. الدوال دي عبارة عن خلطة من الدوال الأسية اللي احنا خدناها الدرس اللي فات قبل كده، اللي هي كان بيرمز ليها اللي هي ايه؟ اي اس اي اس اكس. شطار. طيب في الدوال الزائدية دي ايه طريقة الحل بتاعتنا؟ احنا عندنا اول حاجة 3 قوانين لازم تحفظهم زي اسم. 3 قوانين لازم تحفظهم زي اسم. اول واحد يخص الساينش اللي هو ساينش اكس بيساوي اي اكس ناقص اي سالب اكس على الاتنين. ده اول قانون. طيب تاني قانون عندنا اللي هو بتاع الكوش اكس يساوي اي اس اكس زائد اي اس اكس على 2.
يبقى الساينش والكوش زي بعض، بس هنا سالب وهنا سالب. طيب التانش بتساوي ساينش اكس على كوش اكس، اللي هو هنشيل الاتنين من هنا وهنشيل الاتنين من هنا، والبسط بتاع الساينش فوق والبسط بتاع الكوش تحت مكانها تحت، هنعوض عن كل واحدة في مكانها. يبقى اي أس ناقص اي سالب اكس على اي أس اكس زائد اي أس. القوانين دي لازم نحفظها كويس جدا يا شباب. طيب خلينا دلوقتي ندخل على المثال بتاعنا. هو إثبات، بيقول لك إيه؟ proof that push تربيع x ناقص ساينش تربيع x تساوي 1. بيقول لك اثبت إن ده ناقص ده بيساوي 1. أول حاجة عندنا هنعوض بالقوانين بتاعتنا. هنكتب القانون بتاع ده والقانون بتاع ده. أول حاجة قانون الكوش، هنقول له كوش تربيع x بيساوي، عفوا يا شباب، في القانون بتاعنا هنا دي سالب x أس سالب x، عفوا دي أس سالب x. نرجع نكمل الإثبات بتاعنا. بيقول لك proof that، هنكتب الأول قانون الكوش. كوش تربيع x بيساوي e أس x زائد e أس سالب x على الاتنين. كل ده ايه؟ متنساش التربيع، كل ده تربيع. هنبسط يبقى هيساوي اي أس 2 زائد اي أس سالب 2 اكس. طب ليه انا سبت المسافة دي فاضية؟ عشان هنا هحط سالب 2. ليه؟ احنا بنعمل ايه؟ بنوزع الأس عليهم. يبقى هنا هيبقى 2 اكس وبعدين سالب 2 اكس وهنحط سالب 2 وبعدين على 4. يبقى كده ده شكل الكوش تربيع اكس. طيب نخش على اللي بعدها اللي هي ساينش تربيع. هنا موجب عفوا، هنا موجب عشان الإشارة هنا موجب. هنخش على ساينش تربيع اكس، هنكتب قانونها اي اكس هنبسط القوس. يبقى ده شكل الساينش تربيع اكس. هنبدأ بقى نعوض في المعادلة بتاعتنا. هنطرح الكوش تربيع من ساينش تربيع، يبقى هنقول له كوش تربيع اكس ناقص ساينش تربيع اكس هتساوي. هنكتب المعادلة دي والمعادلة دي، هنبسط المقام، هنوحد المقام بتاعه. هنا عند 4 وهنا عند 4، هنوحد المقام بتاعه. نطرح اللي فوق من اللي تحت ده، يبقى الناتج بتاعنا. يبقى ده شكل المعادلة بعد ما طرحنا الاتنين من بعض. بعد كده هنبدأ نبسط فيها. هنشيل الإي أس 2 إكس مع الإي أس سالب 2 إكس، الاتنين هيطيروا بعض. يبقى هيتبقى معايا إيه؟ 2 ناقص هنا سالب 2. متنساش هنا عندي هي 2 موجب ناقص في هنا سالب 2 كمان على 4. هنا سالب في سالب بموجب، 2 في 2 ب4. يبقى عندي 4 يساوي
واحد هو المطلوب إثباته. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة بتاع الدوال الزائدية. هيبقى بقينا درس واحد بإذن الله فيه إثباتين مهمين بتاع العلاقة بين الزائدية العكسية واللوغاريتمية. إن شاء الله هم إثباتين هناخدهم وبكده نكون خلصنا باب الدوال الحمد لله. طيب خلينا نبدأ في درس العلاقة بين الدوال الزائدية العكسية واللوغاريتمية. بص يا سيدي، بما إننا قلنا الدرس اللي فات إن الدوال الزائدية اللي هي ساينش مبنية من الدوال الأسية اللي هي إي أس إكس وإي أس إكس، يبقى منطقي إن العكس بتاعها اللي هو ساينش أس سالب واحد العكس بتاع الدوال الأسية اللي هو اللين. طيب احنا في الدرس ده عندنا إثباتين مهمين خلي بالنا منهم كويس. خلينا نبدأ في أول إثبات فيهم. هما الإثباتين زي بعض في المطلوب، الفرق بس في الإشارة. خلينا ناخد أول واحد. بيقول لك إيه؟ prove that ساينش أس سالب واحد إكس بتساوي لن إكس زائد جذر تربيع زائد واحد. بيقول لك اثبت إن ساينش أس سالب إكس بتساوي لن إكس زائد جذر إكس تربيع زائد واحد. بيقول لك اثبت ده. أول حاجة إحنا هنجهز المعادلة بتاعتنا. هنحط واي بتساوي ساينش سالب واحد إكس، يبقى إكس بتساوي ساينش واي اللي هو العكسية. الدالة الزائدية العكسية هتساوي الدالة الزائدية العادية. طيب هنستخدم قانون الساينش اللي هو أخدناه الدرس اللي فات، بس هنحط بدل إكس هنحط واي. يبقى بدل ما هنكتب ساينش هنكتب إكس بتساوي إي أس واي. احنا كنا بنكتب هنا إكس، لا هنكتب إي أس واي ناقص إي سالب واي على الاتنين. هنضرب الاتنين هنا في الإكس يبقى هتساوي 2 إكس. هنضرب المعادلة كلها في 2 يعني هيبقى عندي هنا هيطلع 2 إكس بتساوي إي أس واي ناقص إي سالب واي. بعدين هنضرب المعادلة دي في إي أس واي. أنا عارف الموضوع ملخبط ويعني ما فيهوش فهم كتير، هي خطوات هترصها للأسف لازم تكون حافظها كده، لأن هي أصلا ما فيهاش منطق في الحل يعني. المهم المعادلة دي اللي هتطلع دي هنضربها في إي أس واي، يبقى الشكل عندي هيطلع 2 إكس في إي أس واي هتساوي إي أس 2 واي ناقص واحد، لأن احنا ضربنا في إي أس واي طيرنا الإي أس سالب واي. تمام كده؟ ننقل اللي هنا هننقل المعادلة الشمال لليمين وهنساوي المعادلة بصفر. يبقى عندي إي أس واي تربيع ناقص 2 إكس مضروبة في إي أس واي ناقص واحد يساوي صفر. رابع خطوة هناخد المعاملات ونبدأ نعوض بيها. عندي ال A تساوي واحد وال B هتساوي سالب 2 إكس، ال C هتساوي سالب واحد. ال A ده معامل الحد الأول وال B معامل الحد التاني والسي معامل الحد التالت. معامل الحد الأول هنا عندي واحد اللي هي الرقم اللي مكتوب قدام الإي، مفيش رقم مكتوب يبقى واحد. البي معامل الحد التاني الرقم اللي مكتوب قدام الإي
سالب 2 إكس. طيب معامل الحد التالت اللي هو سالب 1، نبدأ نقول له إي أس واي بتساوي سالب 2 زائد سالب 2 إكس تربيع ناقص 4 في 1 في سالب 1. كل ده تحت الجذر على 2. يبقى بعد ما خدنا المعاملات الناتج هيطلع لنا سالب مضروب في سالب 2 إكس زائد جذر سالب 2 إكس تربيع كله مرفوع لتربيع ناقص 4 في 1 في سالب 1 على 2. هنبسط الشكل ده، يبقى إي أس واي تساوي 2 إكس زائد 4 إكس تربيع. احنا فكينا بقى فكينا القوس ده، زائد هنا عندي سالب في سالب بموجب 4، ما تنساش إن كله تحت الجذر على 2. هنبسط اللي جوه الجذر وبعدين هناخد الأربعة كعامل مشترك داخل الجذر وهنخرجه ب2 عشان الأربعة تحت الجذر لما تيجي تخرج هتبقى ب2. يبقى عندي تاني هنبسط الجذر، بمعنى هناخد الأربعة كعامل مشترك داخل الجذر، ولما نيجي نخرج الأربعة دي من تحت الجذر هتبقى ب2. يبقى إي أس واي بيساوي 2 إكس زائد 2 اللي هي الأربعة اللي احنا خدناها عامل مشترك من جوه. الأربعة دي هتبقى 1، هيبقى لي هنا إكس تربيع زائد 1 على 2. بعدين هنقسم الشكل ده على 2 بالقسم على 2 هيطلع لي إي أس واي بتساوي إكس زائد جذر تربيع زائد 1. بعدين هنبدأ نقول له آخر خطوة واي بتساوي لن زائد جذر إكس تربيع زائد 1. يبقى هنقول له عندما واي بتساوي ساينش أس سالب 1 إكس اللي احنا كتبناها في أول الخطوات فوق خالص، يبقى هنعوض عن الواي اللي هي ساينش سالب 1 إكس هتساوي لن زائد جذر إكس تربيع زائد 1. ده آخر حل، وبكده نكون وصلنا للإثبات بتاعه. أنا عارف إن هو ملعبك شوية وبيلخبط، بس لازم تكونوا عارفين الخطوات دي على الأقل بالترتيب ده يعني. خلينا نخش على الإثبات اللي بعده. بيقول لك عندما الإكس أكبر من أو تساوي 1، إكس أكبر من أو تساوي 1، prove that اثبت أن الكوش أس سالب 1 إكس بتساوي لن زائد جذر إكس تربيع ناقص 1. يبقى إثبات الساينش كان تحت هو نفس الشكل، بس هنا ساينش وتحت الجذر كان هنا موجب. ده الإثبات الأول اللي احنا خلصناه. إنما الإثبات التاني بتاع الكوش أس سالب 1 تحت الجذر سالب مش موجب. بيقول لك اثبت ده. هنفترض أول حاجة إن الدالة بتساوي واي، هنقول له إن واي بتساوي كوش أس سالب 1 إكس اللي هي هتساوي كوش واي. هنحولها من دالة عكسية لدالة عادية. هنكتب قانون الكوش اللي هو هنقول إكس بتساوي إي أس واي زائد إي أس سالب واي على 2.
هنضرب مقص اللي هو هيساوي اي أس واي زائد اي أس سالب واي. طيب هنضرب المعادلة كلها في اي أس واي عشان نخلص من الأس السالب، يبقى 2 أس يساوي اي أس واي. هنا هنضرب في اي أس واي، لما ضربنا في اي أس واي الناتج بتاعنا هيطلع في 2 مضروب في اي أس واي هتساوي اي أس 2 واي زائد 1. هنبدأ نكتب المعادلة دي كمعادلة تربيعية صفرية، بمعنى اي أس واي تربيع كله تربيع ناقص 2 اكس اي أس واي زائد 1 بيساوي 0. بعد ما حولناها لمعادلة تربيعية صفرية بالمنظر ده، القانون العام بتاع المعادلة التربيعية اللي بيحل المعادلة التربيعية بيقول ايه؟ واي بتساوي، ده برضو اللي طبقناه في الإثبات اللي فات، واي بتساوي سالب بي موجب أو سالب جذر بي تربيع ناقص 4 AC كله على 2A. بصوا يا جماعة، يعني احنا بعد ما بنعوض نبسط المسألة للشكل ده، أول ما بنوصل للشكل ده إذا كان في الإثبات ده أو الإثبات اللي فات بنبدأ نحول المعادلة لمعادلة تربيعية صفرية، نبدأ نحولها بالشكل ده وبعدين نكتب القانون العام لحل المعادلة التربيعية اللي هو بالمنظر ده. ده اللي احنا بنبدأ نعوض فيه. بعدين بنجيب المعاملات اللي هي A B C. هيبقى عندي ال A هتساوي مفيش، وال B هتساوي سالب 2x، وال C هتساوي 1 بالمول. هنبدأ نعوض، هنقول له E أس Y هتساوي 2x. هنبدأ بقى نعوض عن كل معامل من دول في القانون ده. هنقول له 2، هنا عندي سالب ما تنساش سالب بي، وهنا عندي سالب 2x هتديني 2x موجب أو سالب جذر 4x تربيع ناقص 4 على الاتنين. هنبسط الشكل هيدينا 2x موجب أو سالب 2 اللي هو خدنا الأربعة جوه عامل مشترك، هات لي ب2 بره، جذر تربيع ناقص 1 على الاتنين. هنقسم الشكل ده، نقسم الشكل ده على الاتنين اهو على 2، يبقى هيديني اي أس واي هتساوي اكس موجب أو سالب جذر اكس تربيع ناقص 1. هاخد لن للطرفين، هنقول له إذن واي بتساوي لن زائد جذر اكس تربيع ناقص 1. الواي دي عندنا اللي هي الكوش سالب 1 تساوي لن زائد جذر تربيع ناقص 1، وهو المطلوب إثباته. وبكده نكون بفضل الله الدرس الأخير في باب الدوال. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بالشرح، وهنبدأ ندخل على الباب اللي بعده بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.